في هذا العالم الرقمي يعيش الكثيرون في دوامة يومية تسمى بتعفن الدماغ. فما هو تعفن الدماغ الذي نسمع عنه كل مرة؟ ما دام أنك دخلت إلى هذا الفيديو فدعني أحذر، تشعر أن دماغك لم يعد كما كان سابقا. هل صرت تعاني من صعوبة في التركيز في مهامك اليومية سواء عمل كان أو دراسة؟ هل أصبحت أفكارك مشوشة؟ تعرف ما يجب عليك أن تفعله لكنك لا تستطيع أن تبدأ بالفعل، تكتفي فقط بالتفكير ماذا لو، وإنتاجيتك تتراجع يوما بعد يوم. إذا كنت تعاني من هذه الأشياء فأنت بطريقة أو بأخرى تعاني من تعفن الدماغ. فما الذي يسبب لك هذا؟ الآن تعفن الدماغ لم يأتي بين ليلة وضحاها، بل هو عبارة عن تراكم مجموعة من العادات السيئة وأساليب حياة خاطئة تدمر قدراتك الذهنية دون أن تدرك ذلك. كل مرة تستيقظون فيها تفتحون شاشات جوالاتكم وتسبحون في فيديوهات مسلية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تضيف أي فائدة أو منفعة لك، وتقضون ساعات وساعات أمام ألعاب الفيديو ومحتويات تافهة على الإنستغرام أو التيك توك، وكذلك تشاهدون مسلسلات وأفلام وكذا مباريات كرة القدم طوال النهار، مهملين صحتكم الجسدية والفكرية وكذا العقلية، وهذا ما يؤدي إلى خمول في الدماغ. فالدماغ كأي عضو في الجسد إذا افتقر للحركات والتحدي والعمق، وكذلك إذا غاب عنه الفضول فدماغك يبدأ بالذبول والتعفن، وهذا ما يؤدي إلى ضعف في التركيز وكذلك فقدان الشغف في الدراسة أو العمل، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الإبداع والتفكير النقدي. وما يترتب عن هذا كله هو ضعف في التحصيل الدراسي وكذلك ضعف في مردود العمل. وستلاحظ أن كل من حولك يتجنبونك بداعي أنك أصبحت شخصا تافها، وكل المواضيع التي تتناولها سطحية وتافهة. أسمع الآن شخصا منكم يقول: أعتقد أنه من الصعب أن أعيد ضبط دماغي وأعود لما كنت عليه. صدقني الحل أسهل مما تتوقع. أولا، امسح كل مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل شهر واحد، أو إذا كنت تتوفر على حاسوب فارمي بالجوال في غرفة أخرى واستعمل حاسوبك بدلا منه. لنكن واقعيين، لإعادة ضبط دماغك فهذا يأخذ وقتا، لذلك كل يوم اقرأ 10 صفحات من كتاب جديد. من المفضل أن يكون كتابا مفيدا، سواء كتاب عن تطوير الذات أو الدين أو البيزنس، المهم أن يكون كتابا يتطلب منك تركيزا عميقا لاستيعابه. ثانيا، مارس تمارين عقلية بسيطة، سواء حل تمارين رياضية إذا كنت محبا للرياضيات أو العاب الشطرنج أو أيا يكن، المهم أن يكون شيئا يتحدى عقلك. وأهم نقطة هي اختر مهارة وابدأ في تعلمها من الصفر، سواء رسم، برمجة، تصميم، المهم مهارة تتحدى دماغك وتخرجه من حالة الخمول والذبول التي يعيش فيها. وأهم حاجة أن تملأ الفراغ، فمن أهم مسببات تعفن الدماغ هو الفراغ. لكن إذا أملأت وقتك بهذه العادات التي أعطيتها لك فأنت في الطريق الصحيح نحو إعادة ضبط دماغك وإعادته إلى ما كما كان عليه. وأخيرا، القرار بين يديك. ابدأ بخطوة صغيرة من الآن، وصدقني مع الوقت ومع الاستمرارية ستعيد ضبط حياتك وتكون أنت المسيطر لا الهاتف. وتذكر دائما، ما دام الله عز وجل زرع في عقلك إمكانية الوصول إلا وإنه يعلم أنك قادر على فعلها. أراكم في واقع أفضل إن شاء الله.